بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة هنخلل مع بعض اللفت بطريقة تخليه يعيش معاك السنة كلها، وعمره ما هيسود منك وهيفضل مقرمش لآخر واحدة. هنا أنا كنت جايبة 4 كيلو لفت. بدأت أنضفه، بمسك السكينة كده وببدأ أنضفه من ورا لقدام بحيث إن أنا أخليه من فوق شكل الهرم كده، وكمان أسيب فيه جزء من الأخضر اللي ورا ده، بيبقى طعمه مسكر وحلو قوي معاه. وخدوا بالكم واحنا بنشتري اللفت ما نجيبش الكبيره ابدا، لانها من جوه بتبقى عامله زي السفنج وما بتبقاش حلوه ابدا في التخليل. فنجيب الصغيره المدوره، بتبقى مسكره وبتعيش معاكي. بنضف الكميه اللي عندي كلها بنفس الطريقه. برضو باخد قشره رقيقه كده من فوق اللفت بحيث اخليها من فوق شكل هرم كده، واسيب فيها جزء من الاخضر اللي تحت. كل الكميه اللي عندي طبعا ده انا لسه ما غسلتوش وما جبتش عليه ميه خالص. بعد ما بخلص بقى الكمية بتاعتي كلها، ببدأ أغسله تحت المية وأبدأ بعد كده أقطعه. هنا أنا بغسله تحت المية، بدعكه كويس قوي عشان أطلع كل الطينة اللي فيه. كله بغسله كويس قوي حتى الأخضر اللي فيه. وبعد ما يتقطع هنغسله بقى وننقعه بمية كويس قوي. وهنا ببدأ أقطعه، عايزة تقطعيه بالسكين عادي، تقطعيه بالقطاعة المشرشرة دي، بتدي شكل بس حلو قوي. إنما الاتنين زي بعض ونفس الطعم. طبعا في الوقت اللي انا نضفت فيه اللفت وقطعته، اكون بغلي ميه على النار وسبتها تبرد معايا، تبرد خالص، ما تبقاش حتى دافيه معايا، لان اساس التخليل الميه المغليه هي بتبقى متعقمه. انما ميه من الحنفيه على طول تخلي المخلل يعفن معانا ويطرى، وكمان ما يبقاش حلو خالص. بقطع الكميه كلها نفس الحجم عشان ياخدوا نفس السوا مع بعض. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وطبعا معانا بنجر علشان يلون معانا اللفت ويديه اللون الاحمر الجميل كده اللي بنشوفه بره. ولو عاوزين اللفت يقعد معانا السنه كلها، ما بنحطش اي اضافات خالص غير بالطريقه اللي انا هعمل بيها دي. انا طبعا غسلته وحطيته في طبق وقطعت عليه 4 بنجريات بالعروق بتاعتهم، وهبدا احط الملح. حطيت حوالي 5 معالق ملح، وهبدا الف بيهم اللفت. الف بيهم يعني اخلي اللفت كله جاي عليه ملح، واسيبه حوالي 5 ساعات لحد ما ينزل ميته. وما بنحطش اي ميه عليه في الخطوه دي، هو بينزل ميته لوحده. والميه بتنزل بيبقى لونها احمر من البنجر كده وجميله. بصي هنا الميه لونها احمر بعد 5 ساعات، وهنا جاهز معايا. ابدا احطه في البرطمانات اللي برضو معقماها بمعلقه خل ورجتها كويس قوي. وبعد ما اعبيهم احط عليهم محلول التمليح بتاعي اللي هو عباره عن كل لتر ميه عليه 4 معالق كبار ملح ومعلقه كبيره سكر، وادوبهم كويس قوي واحط. وخدي بالك بعد ما تفتحي عليهم وانت بتسحبي منهم تبقى ايديك نظيفه، ولو سحبتي وطلعتي لفت من البرطمان ما ينفعش يرجع فيه تاني. وبألف هنا. ولو عجبتك طريقتي ما تنسينيش بدعوة حلوة في الكومنتات، والسلام عليكم.